تعال دلعك وبالملخص امتعك. الانجليزي بيولع نار كل اسبوع عن اللي قبله. ارسنال بيعمل ريمونتادا تاريخيه بعد ما كان خسران 2-0 من بورموث ويقلب النتيجه 3-2 وهدف الفوز في الدقيقه 97 هدف عالمي من ريس نيلسون. المان سيتي يقول له انت تجري وانا اجري ويكسب نيوكاسل 2-0 ويحافظ على الفرق 5 نقط بينهم وبين بعض. تشيلسي يذبحوا على باب النادي فربنا ينفخ في صورتهم ويكسبوا ليدز 1-0. توتنهام في المركز الرابع بيخسر من وولفز 1-0. ونيجي بقى للي هاجم على المركز الرابع ليفربول وفخر العرب. واكيد حتى لو ما تعرفش حاجه عن الكوره فانت عرفت عن 7-0 ظاهره كونيه عجيبه العالم كله بيتكلم عنها ويطلع منها ابو مكه الهداف التاريخي لليفربول بعد ما ابدع وكمان جاب جونين. في الايطالي فنابولي بيخسر على ارضه من لاتسيو 1-0. الفكره ان لاتسيو خطف جول غالي يخليه في المركز الثالث ورا انتر ميلان اللي كسب ليتشي 2-0 وبقى في المركز الثاني. اما روما فبيكسب يوفي 1-0 عشان يحافظ على المركز الرابع. وميلان يخسر من فيورنتينا واتلانتا